صديقي العسل صديقي الرعضاوي، لو لسه ما شفتش الاجزاء اللي فاتت من حكاية لين فصدقني انت كده فايتك كتير قوي. ولكن من غير ما اطول عليك هسيب لك الحلقات اللي فاتت تحت في وصف الفيديو، واذكر الله وصلي على النبي وارزع كده اللايك الجامد للفيديو. والان هيا لنرى ما الذي جرى. بعد ما الاحداث كانت كلها حماس والمعلم شوهي ده مسيطر عليهم، واللي بيبص كده على المكبر اللي في ايد لين ده وبيقول له انه كان بيسأل نفسه هو ايه فايدة البتاع ده، واللي علشان كده عنده عرض ليه ايه رأيه يسلمه له وهو هيسيبها. ولكن باي يورو بترفض وبتقول له لا، فكر في الاهم وان المكبر ده مهم للقتال. فبيقول له شوهي يلا خد قرارك بسرعة، وبيعد تنازلي وعمال بقى يقرب باي يورو كده من الحمم البركانية. فبيرمي له لين المكبر وبيقول له يلا سيب باي يورو. فبياخده المعلم شوهي كده وبيضحك عليه بطريقة وبيقول له انه يبقى فعلا غبي لو افتكر انه هيسيبها، ولكن بيتصدم ان ايديه بتتجمد. فالمعلم بيفك التجميد ده وبيقول للين انت ازاي تجرؤ انك تخدعني، انت ايه يالا مش خايف عليها؟ فالمعلم بيبص لها كده فبيلاقيها هي كمان اتجمدت، واللي فجأة بقى الوهم ده بيتكسر. فالمعلم بيقف مكانه مصدوم. المعلم بقى مش مستوعب واللي هو امتى وازاي وقع في الوهم ده، وبيتفاجئ بقى بالسلاسل اللي حواليه. وبتقول باي يورو ان هي تعبت جدا وهي بتبني وهم ضخم زي ده وبتحمي بيه الكل. وبيتفاجئ المعلم شوهي اكتر وبيقول لها هي بتتفاخر بايه، ما تنساش ان لين تحت ايديه، واللي على طول بيهاجمه كده. ولكن لين بيسحب منه المكبر وبيصد الهجوم وبيقول له ما انت غبي يا اسطى، ما لاحظتش مثلا اني بمثل واني الطعم اصلا وفي اي وقت عايز هيخرج من القفص اللطيف ده. فبيهاجموا شوهي كده بغضب كذا مره، ولكن بيمتصهم لين بالمكبر كلهم وعلى طول كده بيحولهم لنفسه. وبيطلع المطرقه بتاعته وهو بيقول لشوهي يلا بص واتعلم، وبيفجر القفص وبيطلع منه. وبعد كده بقى بيروح المعلم لين للقائد وبيقول له يلا خد القيادة تاني، واللي بيستخدم المكبر كده وبيعزز طاقة الفريق كله، وبيبدأ الفريق كله يهاجم مع بعض. وبيبقى المعلم شوهي بيصرخ من الوجع وبيستدعي العمالقة والوحوش. فبتتحرك باي يورو مع الشياو كده وبتقول لهم يفضلوا هم هنا مع الفريق، وبيهجموا البنتين على العمالقة والوحوش ومعاهم لاو تشان. وبيقول القائد للفريق يلا استعملوا أقصى طاقة عندكم. وبيبدأ المعلم شوهي كده يهاجمهم، ولكن بيتصدم لما بيلاقيهم ما بيهربوش من الهجوم وبيسأل هم أغبياء ولا إيه؟ فالمعلم لين هاو بيقول له لا مش أغبياء، هم بس مصرين يهزموك، هيعملوا كده مهما حصل. فالمعلم بيقول له هنشوف مين فينا اللي هيموت الأول، واللي بيبدأ يسخن السلاسل. فبيرد عليه لين بإن الأكيد هو موته النهاردة مهما كان التمن، واللي بيكبر المكبر كده لحجم ضخم وبيبدأ يسحب الطاقة اللي شوهي حطها في السلاسل، وبيشغل الوضع الأقصى لتحويل الطاقة للجنود واللي بدورهم بيزودوا قوتهم. وبيقول لهم القائد ان صحة الزعيم بتقل، وبيبقى المعلم شوهي كده بيصرخ وبيرفض انه يموت بالشكل ده. ولكن فجأة كده الصحة بتاعته بتزيد من تاني وبيكسر السلاسل وجسمه بيبقى عملاق، وبيقول انا مش هموت قبل ما انتقم. وبيبعد الجنود وبيهجم على لين، وبيبص عليه البنتين ولو تشام بقلق وبيحاولوا يوقفوه، ولكن هو بيبعدهم وبيهجم على لين. واللي قبل ما يوصل له بيحط القائد عليه سلسلة بيبعده وبيقول للين يلا اهرب بسرعة، وان دي اخر محاولة للزعيم وهم هيقدروا عليه من غيره. ولكن المعلم شوهي بيضربه وبيبص على لين كده وبيقول له خلاص كده مفيش حد يحميك. ولكن المعلم لين هنا كده بيطلع المطرقة وبيقول له ان ده ممتاز وانه كان عايز فرصة الانتقام دي. ولكن شوهي بيقول له انه حتى لو مات هياخده معاه، وبيفجر الارض تحت لين كده واللي بيبقى لسه هيقع في الحمم البركانية. ولكن بيمسك الصخور على اخر لحظة وبيهجم عليه شوهي وبيسحبه معاه علشان يوقعه في الحمم البركانية. فبيقول له لين انت غبي فاكر انك هتموتني، ما يعرفش انه يقدر يستعمل الحدادة هنا. والمعلم لين هنا كده بقى بيلف بيطلع المطرقة بتاعته وبيخبط على الحمم البركانية. المعلم بيستخدم مهارة تنين الجحيم، واللي فجأة كده بقى بتطلع نار من جوه الحمم وبتهاجم شوهي، واللي بيبقى مش مصدق علشان المفروض ده كله تحت سيطرته. فبيقوله لينا بص كويس هتفهم هي تحت سيطرة مين دلوقتي. وبتسحبوا النار كده للحمم البركانية وهو بيترجى لين ينقذه. ولكن المعلم لين بيقول له انا ممكن انقذ اي كلب في العالم ولكن انت لا. وبيموت شوهي اخيرا، وبيشوف القائد بقى ان اشارة الحياة للزعيم اختفت وبيفرح ان هم اخيرا نجحوا.
نجحوا. اخيرا اخترقوا الصدع الجهنمي الثالث بنجاح، وبتبلغ ليتشي جيانج بنجاحهم، والجنود كلهم بيفرحوا، وبيزيد كل الجنود اللي اشتركوا في القتال ده من 5 ل 10 مستويات، والمعلم لين بيوصل للمستوى ال50، وده بما انه هو اللي قتل الزعيم. وبتقول ليتشي بمستواك ده انت بقيت قابل للمقارنه مع الحدادين اللي من المناطق التانية. وبتقول لها جيانج الاهم بس ان قدراته دي هتخلي التحالف كله مش مرتاح، واللي بتبعت تعليمات للقائد والفريق ان هما ما ينسوش ان الوحوش لسه ما خلصتش، يعني ما يقللوش حذرهم. وبتقول للين حضر نفسك كويس علشان اكيد هيشوف عروض حلوه، واللي بالفعل الاخبار بتنتقل لكل المناطق، وبيسمع الكل عن لين الحداد اللي قدر يقتل زعيم الصدع الجهنمي الثالث. والكل بقى بيبقى بيفكر في طريقه يسرقوا بيها الحداد الموهبه ده، عايزين ياخدوه من منطقه لينجاين. وواحد منهم بقى بيوصل لفكره، وبيروح حد يعرض على جيانج كده تمرين مشترك ما بينهم، فبتروح جيانج تتكلم مع لين وبتعرفه ان التمرين ده المفروض يبقى في اكتوبر، ولكن بفضله في اختراق الصدع الجهنمي فالعواجيز اللي من المناطق التانية مش عارفين يقعدوا مكانهم. فالمعلم بيسألها هي تقصد ايه، فالقائد بيقول له انه هيشارك في التمرين ده، فبتعترض باي هنا، وده علشان لين لسه طالع من المهم، يعني المفروض يرتاح. فبتقول لجيانج هو ايه مفيش حد في المخيم كله الا لين، كل شويه توديه مكان شكل. فبتقول لها ما تستعجلش، ما يمكن لين نفسه هو اللي عايز يروح. وبتقول لليتشي يلا وريهم المكافآت، وبتعرفهم ليتشي كده ان الفائز في التمرين ده هيوصل للمستويات العاليه من الابراج المحصنه في كل منطقه حرب، وكمان هياخد مجموعات غير محدوده من الموارد. فالمعلم لين بقى عيونه بتلمع كده اول لما بيسمع كلمه موارد. فبتقول جيانج ان هي كانت عارفه انه مش هيقاوم، واللي علشان كده عايزاه يروح وياخد المكسب كالعاده، ولكن باي يورو بتبعد ايديها كده، وبتقول لها ان هي عارفه ان العواجيز دول بيسحبوا لين لارض الخطر علشان يعرفوا قدراته، وهي مش ناويه تخاطر بالطالب بتاعها. فبتقول لها جيانج ان هي تبقى شجاعه شويه، في النهايه العواجيز دول بيستفزوهم، يعني لازم نرد عليهم. وبيأكد على كلامها ده القاده. فبتحاول المعلمه باي يورو تقنع لين ان المكان ده خطير، ولكن هو بيوافق، بس هي بترفض برضه، وبتقول له بص كده على فيديوهات التدريب دي الاول، فكر كويس. ولكن هو بيطمنها وبيقول لها ان هو مش هيستخبى لما حد يتحداه، هو هيقف ويقاتل. فبتفرح جيانج جدا وبتقول له ايوه كده هو ده الكلام، وبتطمن باي يورو ان هي مش هتسيبه، يعني اكيد مش ناويه تعرضه للخطر وهتحميه بكل الطرق، ولكن مطلوب منها ان هي تاخده للتدريب الخاص الفتره دي، الفتره اللي قبل التمرين المشترك. ولكن هو بيقول لهم ان عنده فكره تانية، ولكن يا ترى فكره ايه بالظبط؟ يا ترى المعلم ده ناوي على ايه؟ ويا ترى ايه اللي مستنيه في التدريب المشترك ده؟ عايز اقول لك بقى ان الاحداث بتزداد حماس، واللي علشان يوصلك الاحداث الجديده يبقى ظبط بقى الدنيا كده، لايك للفيديو واشترك في القناه، والاهم طبعا اذكر الله وصلي على النبي.